عندي جسم احسن منك، فلوس احسن منك، عيشه احسن منك، المفروض تسمع نصيحتي. بمناسبة ان مكاوي اجمد واحد في الكوكب، حابب اكلمكم النهارده عن اكتر مهن مطلوبة عالميا والعوائد بتاعتها بتكون كام في دول العالم المتقدمة. وهنبدأ النهارده بالشرق الاوسط، ولو في اي شاب صغير بيسمعنا ولسه ما قررش ممكن يدرس او يشتغل في مجال ايه، فالفيديو ده هيكون مفيد جدا ليك، خصوصا لو قررت تدرس او تشتغل في اي مجال من المجالات اللي هنتكلم عليها دي. ولو عجبتكم الفكرة هنعمل منها اجزاء تانية باذن الله، وممكن كمان نتكلم على الانفلونسرز ومصادر دخلهم بتكون ايه في دول العالم المختلفة. والكلام ده عشان خاطر اخويا وحبيبي مكاوي. اول مهنة هنتكلم عليها وهي المحاسب، والمحاسب بيسجل وبيشرف على كل المعاملات الماليه والميزانيات اللي موجوده في المكان اللي شغال فيه، وكمان بيتعامل مع الموردين والعملاء ويتاكد من تحصيل اي ديون او دفع اي حسابات مستحقه على شركته. المحاسب باختصار هو العصب او العمود الفقري لاي هيكل مالي في مؤسسه او شركه. وبالنسبه للمرتبات فاحنا هنحط رينج تقريبي لكل وظيفه من الوظائف اللي هنتكلم عليها في الفيديو ده. الراتب بتاعك لو انت محاسب في مصر هيكون في رينج من 4000 ل 8000 جنيه، اما بقى لو شغال في السعوديه فهتاخد من 7000 ل 15000 ريال سعودي في الشهر، ولو شغال في الامارات فهتاخد من 12000 ل 25000 درهم اماراتي في الشهر، اما بقى لو شغال في دوله الكويت الشقيقه فهتاخد من 750 ل 1500 دينار كويتي، ولو اشتغلت محاسب في قطر فهتاخد في رينج من 6000 ل 12000 ريال قطري في الشهر. تاني مهنه معانا وهي المهندس المدني، وانا للاسف مهندس مدني وبقول لك بلاش. افتكر اني قلت لك بلاش. المهندس المدني المفروض ان هو بيشرف على تنفيذ او ترميم اي منشأ، يعني سواء المنشأ ده كان مبنى سكني او كوبري او حتى نفق تحت الارض، كل ما له علاقه بالبناء سواء خرسانه او هياكل معدنيه او حتى منشآت مائيه هو من اختصاص المهندس المدني. وبرغم عدم حبي للمهنه دي لكن احقاقا للحق الشغلانه دي كبيره جدا ومتشعبه ومطلوبه في كل القطاعات تقريبا، بس انا ما حبيتهاش للدرجه قوي. وخدها نصيحه من اخوك، وجودك كمهندس مدني في اي مشروع بيحملك مسؤوليه كل كبيره وصغيره في المشروع ده، وده لو انت بجد حابب تبقى مهندس شاطر فلازم تكون مايسترو في المشروع اللي هتشتغل فيه. وسلم لي على عم بخر. الراتب بتاعك لو انت مهندس مدني شغال في مصر هيكون في رينج من 4000 ل 10000 جنيه في الشهر، اما بقى لو شغال في السعوديه فهتاخد بدايه من 5000 ريال لحد 12000 ريال في الشهر، ولو شغال في الامارات فهتاخد من 8000 ل 15000 درهم في الشهر، اما بقى لو شغال في دوله الكويت الشقيقه فهتاخد من 750 دينار ل 1200 دينار، ولو اشتغلت مهندس مدني في قطر فهتاخد من 7000 ل 12000 ريال في الشهر. ثالث مهنه وهي المهندس الكيميائي. وده برضه مجال غني ومتشعب جدا، والمهندس الكيميائي بيقدر يعمل حاجات كتيره جدا زي تصميم وتطوير المنتجات الكيميائيه، وخد عندك بقى ما تعدش، زي الادويه ومستحضرات التجميل والاصباغ والاسمده وغيره وغيره، وكمان هو اللي بيقوم بعمليه التصميم والتشغيل والصيانه للمصانع والمرافق الكيميائيه. الراتب بتاعك لو انت مهندس كيميائي في مصر هيكون في رينج من 5000 ل 12000 جنيه شهريا، وده رينج متوسط، فيا ريت ما حدش يكلمني عن شركه ابو قير للاسمده لان دي حاله خاصه. اما بقى لو شغال في السعوديه فهتاخد من 12000 ل 20000 ريال في الشهر، ولو شغال في الامارات فهتاخد بدايه من 15000 ل 30000 درهم في الشهر، اما بقى لو اشتغلت في دوله الكويت الشقيقه فهتاخد من 1000 ل 1500 دينار شهريا، ولو اشتغلت مهندس كيميائي في قطر فهتاخد من 9000 ل 15000 ريال في الشهر. رابع مهنه معانا وهي مهندس البترول. ومهندس البترول ده بقى سمعته حلوه جدا في مصر، وتقريبا كان فتى الاحلام المثالي لبنات كتير في بدايه الالفينات. والراجل ده بقى بيشتغل بالاساس في استخراج مصادر الطاقه الحفريه زي النفط والغاز الطبيعي، وكمان بيباشر عمليات انتاجهم وتكريرهم وتخزينهم وكمان نقلهم، وبرضه هو يعتبر راجل مايسترو في مجاله. المجال ده يعتبر بيستمد طاقته من اهميه الطاقه الحفريه، واللي هي تعتبر مصدر الطاقه الرئيسي لمعظم الصناعات في العالم تقريبا. الراتب بتاعك لو انت مهندس بترول في مصر هيكون في رينج من 15000 ل 30000 جنيه شهريا، اما بقى لو شغال في السعوديه فهتاخد من 15 ل 45000 ريال في الشهر، ولو شغال في الامارات فهتاخد من 15 ل 50000 درهم في الشهر، اما بقى لو شغال في دوله الكويت الشقيقه فهتاخد من 1000 ل 3000 دينار شهريا، ولو اشتغلت مهندس بترول في قطر فهتاخد في رينج من 8000 ريال ل 25000 ريال قطري شهريا. خامس مهنه والاخيره معانا في فيديو النهارده وهي مهندس البرمجيات. المجال ده واسع ومطلوب بشكل مخيف جدا، وخصوصا مع وجود السوشيال ميديا بشكل اساسي في حياتنا، ومن فتره مش بعيده دخل الذكاء الاصطناعي عشان خاطر يزود الطلب اكتر واكتر على مهندسين البرمجيات، والذكاء الاصطناعي يعتبر بيخش في كل مجالات الحياه، والمهندسين دول مطلوبين من اول تصميم برنامج تسعير في سوبر ماركت صغير لحد برمجه نظام صاروخ عملاق بيطلقه ايلون ماسك كل سنه على امل ان هو يوصل للمريخ. كل بيزنس في الدنيا دلوقتي محتاج هندسه البرمجيات بشراسه، لكنه مجال صعب وبيحتاج مجهود كبير عشان تقدر تواكب لغات البرمجه اللي بتتحدث في السوق باستمرار وتعرف تتعامل معاها بشكل سليم. الراتب بتاعك لو انت مهندس برمجيات في مصر هيكون في رينج من 10000 ل 20000 جنيه شهريا، اما بقى لو شغال في السعوديه فهتاخد من 10000 ل 15000 ريال
شهريا. ولو شغال في الامارات فهتاخد بدايه من 15 لحد 25,000 درهم في الشهر. اما بقى لو شغال في دوله الكويت فهتاخد من 1000 ل 1500 دينار شهريا. ولو اشتغلت في قطر هتاخد من 8000 ل 12000 ريال قطري شهريا. في النهايه حابب اقول لك ان مفيش وظيفه معينه هي دليل للنجاح، والشيء اللي انت شاطر فيه هو الشيء اللي هتقدر تكمل فيه وتستحمل الضغوط والعقبات اللي بتقابلك جواه عشان تقدر تحقق اي نجاح حقيقي فيه. وربنا يوفقكم جميعا. لو عجبك الفيديو وحابب نعمل جزء تاني يا ريت تشاركنا برايك في التعليقات، وشكرا لكم. سلام.